السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الأخضر صباح. أهلا محمد، صباح الخير. أخوي واش راك؟ صباحت. لاباس؟ مبروك. يبارك فيك، واش راك؟ ربي يبارك ويصون. لاباس؟ لاباس دعوة. خير الحمد لله. يا الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، ربي يبارك، ربي يبارك، ربي يبارك. بسم الله. ما قدرتهاش. راجع وتهز معايا قصديرات. الله يا ربي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. واش الدعوة؟ لاباس الحمد لله. لاباس. واش راكم مع الأمراض هذه؟ الحمد لله جاو داروا لنا فيكسان. ايوا. البقرات. ربي يبارك. والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. واش راكم دايرين مع الماكلة؟ الماكلة غالية. والله. راني مو غالية محمد. والسوم واش راها تقول؟ نشرو فيها 630 620. بزاف. 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 فهمت بزاف. اشكرك ولا كي رواحكم شويه ما ما اناش لاقي رواحنا والو. ما اناش لاقي رواح. واش راك تشوفوا في السومه تاع الحليب اللي تساعدكم؟ تساعدنا. الفلاح ينجح. خلينا من الدعم وخلينا السعر ديريكت مباشره المجموع، واش راك تشوفوا باه يقدر يستراح الفلاح، باه يقدم ويستراح. 8000 يخرجنا. 8000 يخرجنا بالدوز دينار. لا نحو يعني 9200. وحنا الحليب هذه ناخذوها ننتجوا بها الاجبان، والحمد لله هو عمل متواصل ومتساوي. يوميا ان شاء الله باذن الله. البدايه تاعكم من الساعه 7 من الساعه السادسه صباحا. اليوم راك رحت الربعه ولا خمسه اللي درت عليهم؟ هكذا عاد 6 من الناس. 6 من الناس الحمد لله. والله يبارك، يعني رانا نشوفوا يعني الدنيا خضراء. ربي يبارك ربي يبارك. كل ذلك بالعمل. صح. كل ذلك بالعمل. فضل الرجال سي الاخضر سي محمد وعبد القادر وجماعه كاع يعطيهم الصحه. الله يبارك. راهم يبذلوا في جهودهم وكذا، يعني احنا نتمنوا ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. سي الاخضر صباح الخير. صباح النور. سي الاخضر، هذه الابقار هذه واش من اي منطقه هذه وقداش هي عندك يا الاخضر؟ احنا يسمى وارثينها ابا عنجد. الله يبارك. وهذه خدمتنا ما فاش 30 سنه فيها هو راه هو كبر فيها. الله يبارك، يعني صدقني والله جنه هنايا عندك يا الله يبارك. جنة عندك الله يبارك. يعني مكان هذا راني نشوفوا فيه الابقار ونشوفوا فيه كذلك الاغنام. الله يبارك. واش راك تخرج كل صباح ياكلوا هنا؟ لازم كل صباح. نهار كامل يسمى. نهار كامل. سي الاخضر، انت راهو كل يوم يجي محمد يدي عليك الحليب. يدي الحليب. واش ما راهو يجيب لك هو الفرماج ولا؟ ما يجيب لنا لا فرماج لا. واش يجيب؟ ما تدعيناش الاخضر. هي روح كل فرماج عندنا اليوم خلاص. هو لازم تعطي لهم سي محمد. خلاص ماشي ما تجيب لهم شويه. دوك نرجعوها فرماج صحيح خلاص. هي روح دهمينه مرحبا بك. لازم لازم. الله يبارك. الله يعطيك الصحة السمير. الله يحفظك سي الاخضر. شكرا. الله يحفظك. الاخضر بارك الله فيك. بالتوفيق ان شاء الله. ربي يجازيك ان شاء الله كثر خيرك، يعطيك الصحة وربي يعاونك ان شاء الله. احنا نوضوا الصباح الباكر نبداو بالعملية نتاع جمع الحليب هذه من عند الفلاحين تاعنا، ونهزوا الحليب هذا ناخذوه للمجبنة نتاعنا. نروحوا اول شيء نديروا عملية إعادة التحاليل الصحية نتاعو، ثم نقوم بعملية البستر للحليب، ثم نحوله إلى أجبان. وهذا عمل يومي نقوم به بالتعاون مع الأسرة الأبناء والفلاحين تاعنا كذلك. ربي يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله، ربي يعاونهم. وإحنا الحمد لله رانا متعاونين في هذا الوطن هذا من أجل إنتاج قيمة مضافة لهذا الوطن اللي تنفعنا وتنفع جميع الساكنة تاع مدينة بوسعادة والجزائر. محمد، بالنسبة للأجبان اللي راك تحضرها في المطعم تاعك، كلها دايرة بالحليب تاع البقر ولا في حليب كذلك تاع الماعز ولا؟ لا الحمد لله احنا نعتمدوا على حليبين، حليب البقر وحليب الماعز في صناعة الأجبان. أما بالنسبة للحليب الثالث ألا وحليب الناقة فهذا يعتبر فصلي، خاصة في منتصف الصيف أو الربيع نقوم بعملية إنتاج أجبان الناقة، ولكن بكميات قليلة ليس كحليب البقر أو حليب الماعز. محمد، المطعم الأبيض هو بعيد على مدينة بوسعادة بكم كيلومتر؟ 9 كيلومتر. هو بعيد على المجبنة أو المطعم الأبيض، بعيد على مدينة بوسعادة بمسافة 9 كيلومتر، حيث يزورون كل السواح القادمين إلى مدينة بوسعادة، بحيث أنهم في إطار السياحة الفلاحية نتاعهم
انهم يزوروا المجبنة كردادة او المطعم الابيض، وهذا كتغيير للوجبات نتاعهم، الوجبات الغذائيه اللي يتناولوا اجبان طبيعيه صحيه ما فيها حتى حوافظ، ما فيها حتى الان بعدما تم جمع الحليب يا محمد، راك جيت هنايا للمطعم بطبيعه الحال. واجدين ولا مش واجدين؟ واجدين مش واجدين الكيلات. اطلع شوف اطلع افتح القصديره. محمد لو تعطيني فكره هنا على المرحله هذه. المرحله هذه هنا راح نهزوا عينات من الحليب من الخزان هذا بنجروها في المخبر، نشوفوا اسكو الحليب راه في حاله صحيه جيده ام لا. صحيت احسنت. سي محمد وش العمليه الان هذه؟ هذه عمليه اجراء التحاليل الفيزيولوجيه للحليب. احنا راح نجروا عمليه تحاليل نشوفوا هذا الحليب اسكو راه فيه مضادات حيويه ولا لا، نشوفوا الكثافه تاعو، نشوفوا الحموضه تاعو في المخبر نتاعنا. هذا هو الحليب الان اللي جمعنا، هذا اللي جمعتوه الان. تفضل سي محمد. بسم الله. نتابع يا جماعه الحاج محمد العمليه كيف تتم. شوفوا الله يبارك يا جماعه، شوفوا الله يبارك. هذا نروح الان الى المخبر. دوك احنا اليوم هذا وش هو الان اللي راك تحضر فيه يا محمد؟ نصنعوا جبنه القفص التقليدي لمدينه بوسعاده او الجبنه العتيق اللي نقدروا نتناولوها بشكل طازج او بشكل معتق. هاي وراها هذا الشكل، هذا ورا مصنوع هذا وين، وهذا ورا عنده تقريبا 36 يوم. 36 يوم يروح حتى ل6 اشهر. الله يبارك فيك. الحمد لله. محمد هذا هو النوع اللي نلت به شهاده عالميه دوليه في تولوز الفرنسيه. هذه هي الجبنه اللي دينا بها الميداليه الذهبيه بالاجبان العالميه في تولوز فرنسا، والحمد لله هذا بفضل ربي بالشكل هذا. وتفهمنا يعني ايش هو بالشكل هذا. طيب بالشكل هذا هو وراه. احنا يا ذكيرنا بعد ما درنا عمليه تخثر تاع الجبنه تاعنا، سكر المعقم صح، بعد ما درنا هذا الجبنه بالشكل هذا فرشنا الحلفه، فرشنا الدقفت، الاكليل والقزاح. هذه الاعشاب العشبه اللي موجوده هنا 4 حلفه، قزاح، اكليل والقفت. هذه الاعشاب عباره عن حوافظ وتمد لنا الذوق للجبنه نتاعنا. كبيره الناحيه هذاك زكي. الله يبارك يا جماعه، الله يبارك. الرجاء منكم يا جماعه اعطونا الانطباع نتاعكم. ذكر الاخوه والاخوات اخ محمد وهذا الابن تاعه محمد. هذا سي زكريا. سي زكريا الله يبارك، يعني هذا راح يكون خير خلف لخير سبب يا محمد. يكون فيه الخير. شوفوا يا جماعه كيف الانسان يوصل وكذلك يبلغ هذه الاعمال وهذه الطريقه التقليديه في تحضير الجبن للابناء. هذا الاب يا جماعه وهذا الابن يا جماعه. الله يبارك الله يبارك. يعني انا متاكد يعني انه كل الاخوه والاخوات يا محمد اللي راهم يشاهدوا فيك الان يتاكدوا اولا انه هذا الجبن جاء من المزرعه ومن البقره، حليب البقره، وبالتالي الامور كلها
راهي طبيعيه 1000% يعني. ما احلى ان الانسان يتناول يا جماعه جبل جزائري محض يعني. باذن الله. ونجموا نتناولوه جبنه طازجه في خلال الانتاج تاعها بعد ربع ساعه، او في خلال مده 18 يوم او 36 يوم او 54 يوم كما نحبوا. تاخذ الجبنه هذه المده تاع التعتيق تاعها، وراح كل يوم تعطينا ذوق وتعطينا رائحه جميله ان شاء الله باذن الله. هذا طلب عليها كثير محمد؟ احنا عندنا 3 انواع من الاجبان عليها طلب كبير. هي لو هي جبنه القفص، جبنه الفيتا، والاجبان المضغوط عليه بات بريسي، والموتزاريلا. الله يبارك الله يبارك. حتى هذه الاعشاب طبيعيه من راح الطبيعه، ذوق خاص يعني وصحيه كذلك. هي عباره عن اعشاب طبيه صحيه. ذاك الاخوه والاخوات يا جماعه، الحاج محمد والاخ محمد والمبدع محمد نال المرتبه الاولى عالميا في هذا النوع يا جماعه، في هذا النوع من الجبن في مدينه تولوز. ميداليه ذهبيه ميداليه ذهبيه نعم في الأجبان، في معرض تولوز الفرنسي للاجبان يا جماعه. شوفوا الله يبارك. وهذا النوع يا محمد، هذا النوع ربما تعطينا عليه فكره. النوع هذا وش هو؟ هذا مزان دوك نروحوا ليه في قرب. طيب صحه ولا نقول زكي يحبس. ها زكي اوكي. هذه جبنه الفيتا. جبنه الفيتا. جبنه الفيتا. روح جيب لي موس وبلا ندور. جبنه الفيتا هذه نصنع منها عده اجبان. نصنع منها جبنه الموتزاريلا، هاي وراها. هاي وراها جبنه طازجه. هاي وراها. الله يبارك الله يبارك الله يبارك يا جماعه الله يبارك. الرجاء منكم يا جماعه ترتجلون هذا الفيديو حتى تعم الفائده وحتى نعرف. بسم الله سي سمير. الله يبارك الله يبارك. بسم الله يا رب. بسم الله ما شاء الله. اجبان طبيعيه ما فيها حتى اضافات الحمد لله او مواد كيميائيه. وهذا هو ربما الاهم محمد. هذا هو الانسان يبحث عليه الانسان من اجل الصحه نتاعو البشريه. صح. الله يبارك يا جماعه. عند الاخ محمد لازم تجوا تشوفوا يعني بعينيكم، لانه يقول لك المثل العربي والشعبي كي تشوف العين تترك السؤال. جبنه وراها افيلي. جبن القفص بعد 15 دقيقة. ها ورا 15 دقيقة. حلوه. وهتفتحوا من جديد؟ ايوه صح. مو ظاهر مش بخير. والله ما بخير. تصدق ولا كذب. في موس. يا الله يا الله يا جماعة، يا الله يا جماعة، يا سلام يا سلام. طبيعية ما فيها حتى إضافات كيميائية. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. أستاذ سمير بسم الله. شكرا لك. شكرا لك. ربي يبارك فيك إن شاء الله. هذه جبنة طازجة. أعطينا جبنة المعتقة. وهذا المعتق اللي عنده تقريبا 60 يوم. 60 يوم. نعم. الله يبارك. شوفوا يا جماعه الفرق،
يعني العمليه مش سهله، الاخوه يظنوا انه الاجبان الفرماج يعني تحضروا بطريقه سريعه، لكن كاين اجبان اللي تقعد شوفوا يا جماعه، شهور وشهور. شوفوا يا جماعه، شوف هذا يقعد 60 يوم يا جماعه. يولي هكا، شوف الله يبارك الله يبارك. هذه كلها اعشاب صحيه بتغطي الواجهه تاع الجبل يعني. سبحان الله يا رب، ما شاء الله. تغير طبيعيا، تغير، صح 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 صح. حتى لا كوبومبوش تتغير بطبيعه الحال اكيد. فرشات سي سمير. الله يبارك الله يبارك الله بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. كمل معي زكي. هذا عنده ذوق خاص بكل صراحه، هذا محمد عنده ذوق خاص، صدقني ذوق خاص اكيد. يعني تحس وكانه راك تاكل في الاعشاب، يعني الذوق وحتى البنه يعني تتغير. سبحان الله ما شاء الله. والله برافو عليك اخويا محمد. يعني تمنينا انه في كل مختلف ولايات الوطن يكون هذا العمل التقليدي وهذا العمل اليدوي وهذا العمل الطبيعي يا جماعه كذلك لتحضير الاجبان. هذه اللي راكم تشوفوها يا جماعه في مطعم الذي يعتبر من افضل واحسن وارقى المطاعم في الجزائر، لانه هو مطعم الابيض طيب، لكن الاجبان يا محمد عنده اسم خاص هذا المكان. الحمد لله الحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه عز وجل. نتمنوا استاذ سمير ان شاء الله التوفيق، وشكرا على الزياره تاعك ان شاء الله. الله يجازيك، الله يحفظك. وهذا يا محمد هذا كذلك نوع خاص ولا كيف؟ هذا يسموها لاطوم، هذه جبنه ثاني معتقه نسموها لاطوم. ها وراها بشكل هذا. قطع زكي، قطع يا زكي باش نشوفوا القطع تاعك كما باباك ولا لا؟ زكي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك زكي. سي سمير بسم الله. الله يجازيك، شكرا لك شكرا. يقل عليه هذول يعني كل جبن يا جماعه عنده ذوق والذوق تاعو يا جماعه، كل جبن والذوق تاعو. يعني ياك تحس بهم سمير؟ والله غير نحس بالاختلاف والاختلاف. نعم. الله يبارك. محمد قداش عندكم من نوع تاع الاجبان في المطعم تاعكم هنا وفي المكان هذا تاعكم؟ عندنا تقريبا 36 نوع. 36 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الاجبان كل واحد بالتسميه نتاعو. سي في المستقبل القريب راح ترتفع عدد الاجبان. احنا عندنا ان شاء الله باذن الله، بحيث اننا راح نديروا تطوير للمجبن نتاعنا من ناحيه عدد الاجبان ونوعيه الاجبان. الله يبارك الله يبارك. محمد الاجبان هذه اللي تحضر زكي وما يحكيش، ما يحكيش زكي، وزكي لما يحكيش، وزكي لما يحكيش، زكي يشوف فقط. زكي يشوف فقط. هذا يا محمد هذا اللي تكلمنا عليه، واش ديروا به؟ هذا الفته هذا يعتبر ماده اوليه نصنعوا به اجبان المراقدات، نصنعوا به اجبان طريه، نصنع به عدة انواع من الاجبان. ينتقل الى مرحله اخرى. شفت سمير سليم على قدام جاي. سي محمد، العمليه هذه شو هذا النوع من هذا اللبن نوع من الفرomage.
هنايا هذه زبده. زبده. هذه زبده نحوها من الحليب. ما شاء الله. نصنعوا اللبن والحمد لله، هذا بفضل ربي سبحانه عز وجل. ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله. ربي سبحانه عز وجل. شوفوا يا جماعه يعني الزبده، شوفوا الزبده يا جماعه، شوفوا الله يبارك. شوف هذا بفضل ربي سبحانه عز وجل. صح، ما شاء الله ما شاء الله يا رب، ما شاء الله. الله يبارك يا جماعه، باش تشوفوا العمل يعني من المزرعه من البقره. لكن يا محمد كل الناس متشوقين انه نعتلم الان الفرماج يخرجوا منها باذن الله. شوفوا يا جماعه، نذكروا فقط شوفوا يا جماعه الفرماج طفي هذا كريه طفي. نوقفوا ربما طفي نوقفوا طفي الحس. نوقفوا فقط. محمد هذا الفرماج نقدروا نقولوا هنا سي لاكاب. هذه هي غرفه التخمر او التهيئه. هذه الجبنه هنايا نجيبوها هنايا. شوفوا يا جماعه بعد ما يتم يعني تحضير تعيش مده من الزمان باه تتخمر وباه تعطينا ذوق واحد اخر ورائحه اخرى للمده على الاقل 40 يوم حتى ل 60 يوم حتى 60 يوم حتى يا رب يا رب. شوفوا يا جماعه والله يا محمد الانسان اللي يشوف هكذا ما يظن انه الفرماج يقعد تقريبا 6 شهور يعني 8 شهور. سبحان الله الناس يعني كي تشريه يظنوا باللي تخدم في اليوم هذاك لا سبحان الله. الجبانه هي عباره عن تخمر طبيعي صح، انتاج طبيعي بدون نكهات وبدون اشياء اضافه صناعيه. هذه الجبنه هاي وراها ناتورال يا جماعه 100% ناتورال. شوفوا الله يبارك. شوفوا يا جماعه الله يبارك. شوف يعني باش تشوفوا وهذا الفرماج يا محمد كل نوع والنوع تاعو، لانه علاش هذا روج وهذاك اللي امامك جون اللي رانا نشوفوا فيه كذلك. كل جبنه والنوعيه التسميه تاعها والنوعيه تاعها، وهذا الحمد لله نميزوا فيهم. هذه الجبنات انا نميزوا فيهم على الاخرين بالنكهات اللي نضيفوها من توابل من اعشاب طبيه جبليه الى اخره. محمد هذا النوع تاع الجبن هذا الجبن هذا كيف يسميوه؟ هذا سميناه جبنه كرداده المضغوطه. دو كرداده. برافو، يعني درت اسم تاع جبن على المنطقه. هذه جبن كرداده تاعنا احنا، هذه اجبان كرداده المضغوطه نتاعنا تاع مجبنه كرداده المطعم الابيض. الله يبارك الله يبارك. احنا ما نقدرش نسموا الاجبان بمسميات اصحابها، ولكن كل منطقه ولها الخصوصيات تاعها ولها العوامل تاعها. طيب محمد يعني ما هو الفرق بين هذا الجبن الاحمر والاصفر اللي راهو من وراءك واللي راهو في المكان الاخر كده؟ هذا يرجع للذوق للذوق او نسبه الخمائر اللي راح تكون فيها او الروائح اللي راح تكون فيها. يعني يكون اختلاف. هنا اللون الاحمر هذا يدل على انه الخمائر والذوق راح يكون مرتفع شويه، اما بالنسبه للون الاصفر راح تكون نسبه الخمائر منخفضه قليلا ويكون الذوق هادي وما فيهش حراره بزاف. الله يبارك. وكل هذه الاجبان بالاعشاب الطبيعيه. راني نشوف انا الالوان. شوفوا يا جماعه الالوان هذه كلها اعشاب طبيعيه اللي موضوعه في هنا قاعدين نضيفوا توابل ليزيبيس. توابل صح. قاعدين نضيفوا ليزيبيس توابل وقاعدين نضيفوا الاعشاب الجبليه الصحيه. طيب ممتاز. شوفوا يا جماعه المهم نذكر الاخوه والاخوات محمد نحن عشيه شهر رمضان الكريم، وبالتالي كي نقول شهر رمضان نقول انه المكان يعني عليه اقبال كبير. الناس يديوا لي فرماج في رمضان ياكلوا لي فرماج، وبالتالي المكان يعني لاكاف هذه راكم تشوفوا فيها راهي فرغانه شويه كما راكم تشوفوا. فيها بطبيعه الحال بعض يعني قطعات صغيره فقط اللي راهي موجوده هنا، لكن دائما نبقى مع محمد وراح نخليكم تكتشفوا يا محمد، نكتشفوا الخيرات اللي تنظم وكذلك يعني. وهذا كذلك جبتوهم هنا يا محمد. هذا ملي كنتوا ديروا فيهم منذ قليل تجيبوهم هنا. قداش يقعدوا هذا؟ 18 يوم 36 يوم 54 يوم كل واحده على حسب. الله يبارك الله يبارك الله يبارك يا جماعه. الله يبارك يا جماعه الخير. خلينا الان نروح نكتشفوا مع محمد يا جماعه، نكتشفوا نروحوا للمحل. نعم يلا يا جماعه. شوفوا الابن الله يبارك. شوفوا حتى زكي كذلك. وهذا وش هو محمد؟ هذه جبنه الفيتا بزيت الزيتون بالاعشاب. الاعشاب طبيعيه نعم، البرسيل وكذا. يعطيك الصحه. روحوا الله يجزيك. يلا كنت نوض لك الكروسه ما سمعتنيش. كنت نوض لك الكروسه ما سمعتنيش.
مع الوقت على بالك. سي محمد لو تعطينا فكره على الان على العرض هذا كنا نشاهدوا في مادامنا في مناسبه رمضان، كل الزباين تاعنا الايامات الاقدام تاعهم على مجموعه من المواد بينها وراها، صح، كالزبده طبيعيه، هذه يديوها معاهم. هذه الزبده كاع الزباين تاعنا قاعد يدوها باش يسمقوا بها الطعام، على الله يبارك، يسحروا بها، هذه من الاساسيات. صح، يدوا كذلك الاجبان الطريه ويجبدوا الاجبان المضغوطه. لو جينا منا من هنا وطلعت لنا شويه خلينا نشوفوا نكتشفوا معك هذا الاخ محمد. احنا بعد ما شاهدنا عمليه جمع الحليب، شفنا عمليه تصنيع الاجبان عفوا، الان رانا كذلك نشاهدوا في اشياء اخرى. هذا نشوفوا بالعسل، عسل. دوك هنا رانا في عمليه تسويق وبيع المنتوجات الخاصه بالفلاح. صح، منتوجات تاعنا من عسل، من هذا العسل اللي رانا نشاهدوا فيه، هذا عسل، نشاهدوا كذلك هذا عسل تاعنا تاع المعذر، ها هو راه كيما هكذا والله في الشهاده تاعو. هذا السمن تاع الماعز او البقر او الغنم دهان، هذولا هم وراهم هنايا. هذا كله طبيعي وكله محلي، كله طبيعي، والانتاج تاع المجبنه. صح، هذه الزبده هذه الزبده اللي كنت تكلمني عليها الان. شوف احنا عندنا هنايا المواطن البوسعادي، الزبده والدهان هذونا من الاساسيات في شهر رمضان. صح، الزبده والدهان يديهم بيسمقوا بهم الطعام، باه يديروا بهم الاطباق تاعهم. كذلك ياخذوا والدقله والزبده هذه. شوف كذلك الاجبان المضغوطه وزيت الزيتون كذلك، زيت الزيتون. نعم، هنا كذلك الاجبان المضغوطه، لي بات بريسي هذونا. هذا اللي كنا نشاهدوا فيهم الان، كنا نشوفهم اللي كنا نشاهدوا فيه في لا شومبرا فينا. الاجبان المضغوطه هذه وراها بكل انواع نتاعها اللي يستعملوها الزباين تاعنا. ولدينا كذلك وهذا كلهم يعني دي مرصود قسموهم على حساب طلبات تاع الزبائن. ولدينا كذلك جبن القفص اللي كنا نصنعوا، هذا اللي كنا نشاهدوا فيه، كنا نصنعوا فيه طازج او معتق، فري وفيرمونتي. صح، هنا هو راه كذلك الاجبان الريكوتا اللي ياخذوهم الزباين تاعنا يستعملوهم في الاطباق تاعهم مادام رانا في شهر رمضان. هذه هنايا الاطباق الاجبان الطريه اللي يستعملوا فيها في البوراك بقوه في شهر رمضان. هذا بالثوم. صح، هذا بالثوم والاعشاب طبيعي، هذا بالحار، هذا فوندي. صح، هذا في القروج، هذا في الكوكوير. هذه كل اجبان الزباين تاعنا ياخذوها بمناسبه شهر رمضان بيديروها في البوراك. ممتاز، في البقر ولا في الماعز. صح، وهذه كذلك اجبان طريه في الماعز. زكي اعطيني طلوات هذوك. وكمقبلات هم يستعملوا الزباين تاعنا ياخذوا جبنه الفيتا. جبنه الفيتا هذه بجميع اذواقها. يا سلام يا سلام، ياخذوها كمقبلات للفطور في شهر رمضان. صح. هذه كلها يا اخويا محمد تتطلب امكانيات بشريه كبيره، يعني عدد كبير. هذا ولا انت قلت لي يعني من زوج تاع الصباح وانت تخدم كذلك. نوض مبكرا من اجل تحضير هذه المنتوجات والحمد لله. هذا عمل روتيني يومي يقومون. وهذا اللي هنا هو هذا طاجين الفرماج بالدجاج. هذا اللي هو المره شفتوه كل سنه. معليش دوك نذوقوه. حاضر. لكل مره ضيف الى ذلك يا جماعه دائما مطلوع، لان المطلوع بالاجبان ضروري جدا لمدينه بوسعاده. داكور. ضيف الى ذلك محمد يعني انه الانسان الناس اللي يجوكم من المطعم هنا ما يجوش فقط على الاجبان، يجوا كذلك ياكلوا مأكولات تقليديه. الاطباق التقليديه من شخشوخه، سليطي، الكسره، الشوربه كذلك ربما. هذه كل الاطباق التقليديه. كل الاطباق. ضيف الى ذلك الالبان اللي رانا نشاهدوا فيها هنا. البن هذا لازم، هذا لازم. البن اللي مدار كذلك بالاعشاب الجبليه. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. يعني ورانا نشوفوا عدد كبير من الزباين كذلك. الان راهي الساعه 9 الصباح والناس يعني بداوا يجيوا وبداوا يدوا كذا. الناس راها الله يبارك. شهر رمضان، وشهر رمضان ان شاء الله شهر كريم لجميع الامه الجزائريه والامه العربيه. صح. وان شاء الله الجزائريين تاعنا والمسلمين في غزه ان شاء الله ربي النصر نتاعهم ان شاء الله. نتمنى لهم النصر، وان شاء الله لكل الفلسطينيين وكل الامه العربيه ان شاء الله. طيب راح ناخذ بعض الانطباعات يا جماعه من بعض الزباين اللي راح موجودين هنا. نطلبوا من الاخوه ربما
يعطونا الانطباع. الاخ ربما نحرجوك فقط في سؤال نعم. على الاجبان هذه، لو تعطينا كلمه يعني على الاجبان هذه، وش هو الشيء ربما اللي دفعك باش تجي هنا يعني ماشي اول مره. هذه ماشي اول مره. ماشي اول مره. ايه انا عندي اسمه نجي من العاصمه. من العاصمه يا جماعه، شوفوا من الجزائر العاصمه اللي بوسعاده. عندي فاميليا انا اسمها كي نجي نزورهم دائما كل ما نجي نزورهم بوسعاده نجي عند كركوك. كيف تشوف يعني الاجبان؟ ما شاء الله مادام عاود وليت يعني. صح، الله يبارك فيك، رمضان كريم. جزاك الله. طيب نشوفوا الاخوه، انتم منين جيتوا؟ احنا جينا من مارسيل. من مارسيل؟ وي. طيب من مارسيل جيتوا، على واش جيتوا اليوم هنا؟ Ben, je suis venu goûter le fromage qui a gagné la médaille d'or en France. Hey. Je suis venu spécialement pour le goûter. Oui, oui, oui. Voilà, mais c'est la vérité. Eh ben, c'est bien, ça fait Oui, plaisir. Parce que j'ai mon ami qui est fromager. Oui. أنا كلمة يعني على الأجبان هذه، وش هو الشيء ربما اللي دفعك باش تجي هنا يعني ماشي اول مره. هذه ماشي أول مرة. ماشي اول مره. إيه. انا عندي اسمه نجي من العاصمه. من العاصمة يا جماعة، شوفوا من الجزائر العاصمة اللي بوسعادة. عندي فاميليا انا اسمها كي نجي نزورهم دائما كل ما نجي نزورهم بوسعاده نجي عند كركوك. كيف تشوف يعني الاجبان؟ ما شاء الله مادام عاود وليت يعني. صح، الله يبارك فيك، رمضان كريم. جزاك الله. طيب نشوفوا الاخوه، انتم منين جيتوا؟ احنا جينا من مارسيل. من مارسيل؟ وي. طيب من مارسيل جيتوا، على واش جيتوا اليوم هنا؟ Ben, je suis venu goûter le fromage qui a gagné la médaille d'or en France. Hey. Je suis venu spécialement pour le goûter. Oui, oui, oui. Voilà, mais c'est la vérité. Eh ben, c'est bien, ça fait Oui, plaisir. Parce que j'ai mon ami qui est fromager Oui. et je fais de la concurrence avec lui Ah d'accord. pour montrer que le fromage algérien est le meilleur. Allah يبارك, Allah يبارك. Et est-ce que vous êtes satisfait, vous êtes Je suis émerveillé. impressionné par le fromage local? Je suis impressionné, émerveillé et fasciné. gars. الله يبارك. الحاج، انت منين جيتوا انتم؟ انا جيت من سنتين. سانت إتيان. نعم. الله يبارك، من سانت إتيان لبوسعاده باش تشريوا هذا الفرماج الحاج. باش نشوفوا هذا التريزور تاعنا. ايه؟ باش نقولوا هذا الفرماج تاعنا، هذا الخير تاعنا. وني كما قالوا الاخر تخي ساتيسفي، والحمد لله يا سيدي ربي الخير اللي راه في بلادنا. مالا مدير معكم شويه لفرنسا. وي وي ندو اللي نقدروا عليه. الله يبارك، الله يبارك. الاولاد صح. الجوارين يفوق كاع الناس يفوق هذا الشيء ويعرفوا واش كاين في البلاد ويجوا ويشوفوا ان شاء الله. الله يبارك يا الحاج، الله يبارك، رمضان كريم ان شاء الله. الله يبارك جان نشوفوا لو جان هذا واش يعطينا على الفرماج. vous avez constaté, vous avez vu, vous avez fort possible goûté aussi Oui, j'ai goûté, c'est super. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fromage? Ben, c'est super bon, c'est au lait de vache, je Ouais. crois. Donc moi j'ai l'habitude de Chèvre manger aussi. des fromages aux chèvres. Hein? Et là franchement c'est super bon, j'aime beaucoup. D'accord, Le- c'est des produits locaux. Oui, c'est local et Bio. ça se voit. hein, C'est ça la différence aussi. Oui, ça se voit la différence, elle est flagrante, c'est plus naturel, c'est moins fort. Ouais. Donc pour moi c'est super bon, j'aime bien. Alhamdulillah. Je vais en ramener quand je rentrerai. ميرسي بوكو. اذا اخواني اخواتي دائما يعني مع ربما الاخ نطلبوا فقط الانطباع نتاعو. الاخ تعطينا كلمه على الفرماج هذا واش تشوف فيه؟ انتم اللي راكم جيتوا هنا؟ جاي من البرج. من البرج. شوفوا يا جماعه، من البرج، من سانت إتيان، من مارسيل، من العاصمه، يعني جيتوا هنا باش تديوا الفرماج. واش تقدر تقول لنا على الفرماج هذا؟ مال في تجي ولا بروميير فوا نجي. لا بريمير فوا سمعت عليه ولا واش؟ سمعت عليه جينا ندو شويه للدار. الله يبارك. بابا قال لي روح جيب لي من ثم. الله يبارك. وحاجه مليحه ربما سي بيو، يعني حاجه طبيعيه. حاجه طبيعي ديجا من نورمالمون يجيبوا غير من هنا. إيه. تاعهم كلشي اي من تاعهم، البقر تاعهم وكلشي. شفت هنا كيف يربيو. يربيو وكلشي. الله يبارك يا خويا، رمضان كريم وبالصحه والشفاء ان شاء الله والعافيه ان شاء الله. طيب اخواني اخواتي، دائما نبقى معكم في هذا المكان وفي هذا المطعم وفي هذه كذلك في هذا المحل الخاص بالاجبان والخاص كذلك. شوفوا يا جماعه كل شيء طبيعي، كل شيء تاع هذه المنطقه يا جماعه. هذا الدهان الاخوه ربما يعرفوا الدهان يا جماعه، هذا تاع البقر، هذا تاع الغنم، كذلك هذا الزبده. فقلت يا جماعه هذا كله محلي طبيعي وكذلك تقليدي. ربما نطلب من الاخ فقط. السلام عليكم. سلام. الاخ لو تعطينا انطباعك على المكان هذا اللي جيتوا ليه. راني نشوف الله يبارك يعني نبدي شويه للدار. زبده لازم رمضان. زبده رمضان. نعم. منين انتم؟ بليده. بليده يا جماعه، العاصمه سانت ما شاء إتيان، الله. مارسيل، بليده. ما شاء الله. واش تقدروا تقولوا لنا على هذا؟ الله يبارك ما شاء الله. إيه. حاجه طبيعيه ما شاء الله. صح.
لازم. صح. ومن بلاد البوسعاده يعني لازم تروح بشويه فرماج وتروح شويه زبده لازم. الله يبارك. الاخ واش تقدر تقول لنا انت على هذا الشيء وعلى هذا ربما المواد يعني الطبيعيه تاع الحليب ومشتقاته يعني. هو هذا الشيء اللي خلانا نجوا هنا يعني صح. المواد الطبيعيه والذوق. صح، والذوق كذلك. والذوق والجو تاع بوسعاده. لكن انطباعك يعني كي تشوف انت انسان يخدم من البقر تاعو، يخدم من يعني الماعز تاعو، كذلك الاغنام تاعو، ويخرج حاجه طبيعيه بدون مكونات كيميائيه. حاجه مليحه، خير من المواد الاخرى الصناعيه. صح. يعني تفضلت يا الانتاج المحلي هنا. انتاج محلي طبيعي. الله يبارك. طبيعي. يا خويا رمضان كريم، عوده ميمونه للبليده ان شاء الله، بمناسبه اخرى ان شاء الله. الله يجازيكم، شكرا لك. صحيح. نعت المغترب يعني اللي حب يشوف لا ميداي، وتنعت له الدبلوم. راه ديجا قالوا عليها واحد يبيع الاجبان في ايطاليا. في ايطاليا. وجيت جو لي مونتري هذا صاحبي يجيب الفرماج الايطالي. ايوا جو لي مونتري لا فوتو، عندي لا فوتو. ايوا لا شوف الميور fromage du monde il est là. هاك تشوف. كيف غادي؟ Il m'a regardé, il m'a dit c'est pas possible, il m'a dit عندك؟ قلت له انا ما عنديش. C'est pour ça que j'en ai pris 4. واش دا نعطينا واش دا الايطاليان. Je veux lui montrer هاك. ميرسي. نعطينا واش دا الاخ محمد. ايه مش مادي عبا مادي عوله. والله je veux lui montrer. هذا الى بروشين فوا ان شاء الله ربي يقدر لك نجي لهنا ونوريك لا فوتو. وجيبوا معاك، جيب معاك الطلياني. واش هو القصه؟ كيفاش القصه محمد؟ هذا عنده واحد يبيع الاجبان في ايطاليا، وورى له الجبنه تاع بوسعاده، هذه جبنه كرداده تقليديه، وراها له وقال له هذه عندكم انتم، وما دي له حبه يشوفها. سيتي كوا ليستوار يعني؟ L'histoire, je suis arrivé voir mon ami fromager en France. Il a une grosse, il vend beaucoup. Et il me ramène que des fromages italiens. Et moi, quand j'ai vu sur Internet que Boussaada, le fromage, médaille d'or en France, je lui ai montré la photo, je lui ai dit regarde, ça c'est le meilleur. قال لي ما عندكش؟ قال لي لا, j'ai pas eu le temps la dernière fois. Et cette année, Inch'Allah, je vais y aller, je vais lui montrer comme ça. Je vais lui dire regarde le pays. Viens voir, monsieur. Voilà. C'est un médaille d'or. Voilà. Fromage كرداده جبل القفص. والله regarde. اسمح لي. Ça le bulletin 93 points, c'est ça. Oui, c'est à Tours. C'est Oui, ça. à Tours. Oui, oui. Je l'ai vu. Le pointage 10 sur 10, 9 sur 10, 20 sur 20, 36 sur 40, 18 sur 20. Merci. Bravo. شكرا. والله برافو. الله يعافيك. برافو والله je suis content. Merci. Tu m'as fait une photo là. وشنو هي؟ بيخلينا سمير شعبنا. ربي يحفظك. regarde. سمير. Il est là, regarde, le meilleur il est là. Voilà. هو الامباسادور تاعنا في ليترانجي، هو الامباسادور C'est le meilleur ambassadeur. اي سي فغي.